مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة المفصلة. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم، ونتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. نشرة اليوم تحمل بلاغا عاجلا وهاما صادرا عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ويتعلق بإعادة التعليم عن بعد بعدد من المؤسسات التعليمية بالمغرب. لكن قبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، خصوصا البلاغات الرسمية والمستجدات التي تهب التلاميذ والتلميذات وأسرهم. بلاغ عاجل من وزارة التربية الوطنية: عودة التعليم عن بعد. أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في بلاغ رسمي موجه إلى أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ وكذا الأطر التربوية والإدارية بالمؤسسات التعليمية التي توقفت بها الدراسة بشكل استثنائي عن وضع المنصة الرقمية تلميذ للتعلم عن بعد رهن إشارة الجميع، ويشمل هذا الإجراء جميع التلميذات والتلاميذ والأساتذة بالمؤسسات التعليمية المعنية بما في ذلك مؤسسات الريادة. وأفادت الوزارة في بلاغها أن منصة تلميذ توفر موارد رقمية تربوية تمت المصادقة عليها من طرف مفتشين تربويين أطر بيداغوجية مختصة، وذلك لضمان جودة المحتوى التعليمي ومطابقته للبرامج الرسمية. وأكدت الوزارة أن المنصة تعتمد على فهرسة ذكية تمكن المتعلمات والمتعلمين من تتبع الدروس وفق التسلسل الزمني والأسبوعي، سهولة الاستعمال، سلاسة التصفح، الولوج عبر مختلف الأجهزة الرقمية المتاحة سواء الهواتف الذكية، الحواسيب أو اللوحات الإلكترونية. كما أوضحت الوزارة أن منصة تلميذ تتيح الولوج للخدمات الرقمية لفئتين: الأساتذة عبر حساباتهم المهنية تعليم.ma، التلميذات والتلاميذ باستعمال رمز مسار، وذلك بما يضمن سلامة الولوج تأمين الخدمات الرقمية المقدمة. وشددت الوزارة على أن الولوج إلى الدروس الرقمية المصورة مجانية، لا يتم استهلاك رصيد الإنترنت، وذلك عبر واجهة رقمية موحدة متاحة عبر الويب على الموقع الرسمي للمنصة. وأكدت وزارة التربية الوطنية أن هذا الإجراء يأتي بناء على النشرات الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، والتي تحذر من احتمال تسجيل تساقطات مطرية كثيفة بعدد من مناطق المملكة. ويهدف هذا القرار إلى الحفاظ على سلامة التلميذات والتلاميذ، حماية الأطر التربوية والإدارية، وضمان أمن رواد المؤسسات التعليمية، وذلك في إطار تفعيل توصية خلايا اليقظة الإقليمية والمحلية وتنفيذ المقتضيات التنظيمية المؤطرة للتعليم عن بعد، ضمان الاستمرارية البيداغوجية وعدم ضياع الزمن المدرسي. وفي الختام مشاهدينا الكرام، يبقى هذا الإجراء احترازيا ومؤقتا، هدفه الأساسي هو سلامة الجميع مع ضمان مواصلة التعلم في ظروف آمنة. إذا أعجبكم هذا النوع من النشرات الرسمية المفصلة لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، ونلتقي بكم في بلاغات وأخبار قادمة. دمتم سالمين وإلى اللقاء.